بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أعزائي المتابعين، أهلا وسهلا بحضراتكم. أتمنى تكونوا بخير وبصحة وسعادة. معكم إسلام صقر. فيديو اليوم بعنوان اللهم احفظ مصر. وفي الفيديو ده هعرض لحضراتكم مثال عملي للي حصل وبيحصل في مصر وبعض الدول. تابعوني لنهاية الفيديو عشان نعرف أصل الحكاية. فاصل ونواصل. جاهزين يا رجاله؟ جاهزين يا فندم. الله اكبر. تخيل شعورك لما كنت تلاقي خريطة مكتوب عليها من فوق خريطة توازن القوى في سوريا مثلا، وتلاقي التفاصيل بتقول الحتة دي بيسيطر عليها الجيش السوري، والحتة دي بتسيطر عليها جبهة النصرة، أما الحتة دي بتسيطر عليها تركيا، والحتة دي بتسيطر عليها وحدات حماية الشعب، لكن الحتة دي بتسيطر عليها داعش، أما الحتة دي فبتسيطر عليها فصائل مسلحة معارضة مختلفة، وطبعا الحتة دي بتسيطر عليها إسرائيل من زمان. ها، تخيلت؟ تمام قوي كده. يا ترى شعورك ايه دلوقتي؟ طب سيب الخريطة دي كده وتعالى تخيل تاني، معلش تعالى على نفسك. تخيل يا سيدي دولة اسمها اكس يعني سين. الدولة دي صحيت في يوم من الأيام لقيت عندها مئات الأنفاق معمولة مع قطاع مجاور لها شبكة أنفاق بحجم مدينة. الأنفاق دي على مدار سنين نقلت آلاف الأطنان من الأسلحة والمتفجرات والقنابل والأحزمة الناسفة، ونقلت كمان كم ألف إرهابي من جنسيات مختلفة. أطنان الأسلحة دي اتخزنت في مخازن في الصحراء، والإرهابيين جايين متدربين وجاهزين وزي الفل، وفي دول بتصرف عليهم مليارات الدولارات، وأجهزة مخابرات بترعاها ومتخطط لهم، ومعاهم أحدث وسائل الاتصال في العالم. تمام. لا استنى بس اصبر عليا عشان تاخد حاجة نظيفة. الدولة اكس فيها بتاع مليون إرهابي تحت الطلب، عايشين في شوارعها وبيوتها وجامعاتها، عايشين وسط الناس، كل واحد فيهم مشروع إرهابي جميل كده جاهز للتعاطف والدعم، جاهز لتحويل بيته لوقر للإرهابيين أو للسلاح. الدولة اكس فيها كمان مليون شمام جلة جاهز للركوب مع الإرهابي. الخروف جاهز للتبرير والتفنيد، جاهز للتشويه والفبركة، جاهز للخيانة في أي لحظة وطول الوقت. تمام. لا اصبر عليها كمان. الدولة اكس لها دولة حدودية مجاورة بينهم وبين بعض حدود بطول 1200 كيلو متر كلهم صحراء. الدولة الحدودية دي اختفت، وترسانة الأسلحة بتاعتها اتنهبت، والجزء الأكبر منها حاولوا ينقلوه للدولة اكس. الدولة اكس أصلا ما عندهاش بنية تحتية ولا تصدير ولا تنوع في مصادر الدخل، وفيها 100 مليون بني آدم عايزين ياكلوا ويشربوا. وصلت ليوم ان الاحتياطي النقدي بتاعها ما يكفيش كام شهر قليلين. الدولة اكس اتفتح عشانها مخصوص عشرات الجرائد والقنوات في اكثر من دولة اجنبية في العالم، لموا فيها الخونة والصيع والمطاريد خونة الوطن، وبقوا يشتغلوا 24 ساعة في تشويه اسمها وجيشها وتاريخها وحاضرها ومستقبلها. ضربوا لها السياحة عمدا عشان توصل لأضعف نقطة اقتصادية، وتبقى الحرب حربين، حرب إرهاب ولو دراع اقتصادي. تعال حضرتك كده وبدون مبالغة شيل حرف اكس وحط مكانه أتخن دولة في العالم بنفس المعطيات دي، وقول لي كان حالها يبقى ايه بعد 7 سنين. وبقلب جامد حط دولة زي أمريكا أو روسيا أو فرنسا، وتخيل المشهد الختامي. عرفت ليه بقول لك إن مصر انتصرت في أصعب وأشرس حرب في تاريخها الحديث؟ شوف الفيديو تاني بهدوء وبتأني وانت هتفهم كل حاجة. مصر اتخلقت عشان تعيش، وفي النهاية أتمنى الرسالة تكون وصلت. اللهم احفظ مصر وشعبها العظيم من كل سوء. اللهم احفظ جيش مصر وشرطتها. اللهم ارحم شهداء الوطن. عاشت الأمة العربية، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.